في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ليه 90% من الأكاديميات بتفشل بعد أول سنة من افتتاحها، وقلت إن السبب مش في الكرة ولا في المدرب، والسبب الحقيقي هو إن الأكاديمية ما اتبنتش صح من الأول. النهاردة بقى هديك 5 خطوات أساسية لو عملتهم صح أكاديميتك هتقف على رجلها وتثبت وهتكبر مع الوقت. وده نفس النظام اللي شغالين بيه أكبر الأكاديميات في مصر وفي الخليج وفي الوطن العربي كله. الخطوة الأولى أنت لازم تحدد رؤيتك بوضوح، وأول سؤال لازم تجاوب عليه أنا فاتح الأكاديمية ليه؟ هل للأعمار الصغيرة للبراعم ولا للناشئين ولا للتأهيل الفردي البرايفت؟ ولو رؤيتك مش واضحة هتلاقي نفسك عامل تدريب مش مناسب وأسعار مش مناسبة وتسويق مش موجه صح للفئة اللي أنت عايزها. مثال عملي مثلا أنا فاتح أكاديمية من عمر 6 سنين ل 12 سنة أو 4 سنين ل 12 سنة. بيكون التدريب بسيط واللعب مع الأولاد أهم من التمرين نفسه، والكلام مع الأولاد أكتر من اللعب نفسه، وأولياء الأمور أهم من اللعيبة نفسها. طب أنا فاتح أكاديمية لتطوير اللعيبة الناشئين، يبقى لازم تصوير وتحليل ومستوى تدريب أعلى. عشان كده الأكاديميات الكبيرة بتعمل إيه؟ بتجيب مدرب للكيدز للفئة الصغيرة، ومدرب خاص للناشئين، ومدرب خاص بقى للولاد اللي هم الكبار أو اللي بيتمرنوا برايفت أو اللي بيجوا يتمرنوا بشكل فردي. الأكاديميات الكبيرة بتخصص كل جزء وكل وحدة تدريب ليها نظامها وليها حملها وليها فئاتها، كل حاجة بميعادها، وهو ده الشغل المظبوط. والخطوة التانية ويمكن هي الأهم في الكلام اللي احنا هنقوله، انت كصاحب أكاديمية ومدرب وعايز تفتح أكاديمية لازم تفصل بين دور المدرب ودور المدير الإداري. ودي أكبر غلطة بشوفها في 90% من أكاديميات مصر اللي مش بتكمل. المدرب بيبقى مدرب ومدير ومحاسب ومسؤول اشتراكات ومسؤول فرش وأدوات وكمان مسؤول تصوير. ده مستحيل ينجح. عشان التدريب يبقى أقوى المدرب لازم يتفرغ للفنيات بس. المدير الإداري بقى هو المتحكم في كل حاجة بعد كده، هو المسيطر على كل لوجستيات المكان، اشتراكات والتواصل مع أولياء الأمور، مواعيد التدريب والحضور والغياب والجدول الشهري للتدريبات والتحصيل المالي. ولما تفصل بين الدورين المدرب والمدير التدريب يبقى أفضل 10 مرات. الخطوة الثالثة بقى لازم النظام الإداري ده يكون واضح. لازم تبقى كاتب ورقة اسمها اللائحة. اللائحة دي فيها أسعار الاشتراكات وعدد الحصص، مواعيد التدريبات، نظام الغياب، قواعد الملعب، طريقة التواصل، هل هي واتساب ولا عن طريق الفيسبوك ولا هي عن طريق أي جروب، السياسة بتاعت الاشتراكات هتدي لمين وهتاخد من مين. لأن أول ما العدد هيزيد عليك في الأكاديمية الخناقات بتبدأ من غير نظام والمشاكل بتكتر. وأكبر سبب يخلي الناس تمشي من الأكاديمية لما تلاقي الأكاديمية بقت عشوائية. الخطوة الرابعة اللي بعد كده لازم تعمل خطة وبلان لكل تدريب. ما ينفعش تعتمد على دماغك كده كل يوم تصحى من النوم تفكر تلاقي الوحي نازل عليك في التمرين فيلا يا شباب. لا، انت الوحي ممكن ينزل عليك بس تبقى مرتب قبلها وكاتب كل حاجة في الورقة والقلم. الولد لما يشوفك ولي الامر لما يشوفك مش هيقول بتغش من الورقة، ده هيقول ان انت فعلا مرتب ومجهز ومخطط وشغال ومرتب. لازم تبقى كاتب خطة شهرية وخطة أسبوعية وأهداف كل مرحلة عمرية عايز منها إيه. مثال يعني البراعم بيتحكم في الكورة ولازم نهتم بالرشاقة أكتر ونهتم بالتعليم أكتر. الناشئين التكنيك والباسنج والقوة لازم أبقى عارف أنا بمرن مين وعشان يوصل ليه. اللاعب لما يشوف نفسه بيتطور بيكمل، وولي الأمر لما يشوف في خطة يكمل ويدفع وهو مرتاح. الخطوة الخامسة بقى أول 50 لاعب عندك في الأكاديمية، ده أهم عدد في بداية الأكاديمية. لو قدرت تجيب 50 لاعب في أول شهر ليك أو شهرين يبقى أنت كده برنس، وأكاديميتك هتبدأ تكبر لوحدها. ال50 دول هيجيبوا 50 زيهم. طيب ال50 دول هيجوا إزاي أصلا؟ ممكن تعمل يوم مجاني للتجربة، هتعمل عروض قوية في الافتتاح إن اللي هيحضر تمرينتين هياخد التالتة هدية، تبدأ تعمل باقات اللي يشترك مثلا 3 شهور ورا بعض ياخد عليهم شهرين مجانا، تبدأ تسوق صح وتعمل فيديوهات احترافية تشوق الناس للأكاديمية. الفكرة إنك تكسر حاجز البداية وبعدها التدفق بيبدأ يزيد معاك. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون ازاي تجيب اول 50 لاعب عندك في الأكاديمية في اول شهر بخطة واضحة خطوة بخطوة. والفيديو ده كان برعاية شركة المنصف سبورت لتصنيع وتجارة الملابس والادوات الرياضية وتطوير الأكاديميات.